واهلا بيكم حكايات حقيقية عن عمار المكان. حكايات كتير ابتدينا نشوفها ونقراها على الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي بتحكي عن حاجات حقيقية حصلت لناس كتير وبيحكوها وكانوا خايفين جدا ومرعوبين، وبالذات الناس اللي كانت مسافرة وقافلة شققها ورجعت من السفر. زي ايه؟ زي ان في ناس بتحكي ان هم بيبقوا نايمين وفجأة النور بيتفتح عليهم او يطفي. في واحدة بتحكي بتقول ان هي كانت نايمة ومدية ظهرها لباب الأوضة، فجأة سمعت دوشة كتيرة كده وعيال بتتخانق، افتكرت عيالها ولسه هتقوم تزعق لهم وتقول لهم احترموا نفسكم، انتوا مش عارفين يعني تحترموا ان ماما نايمة؟ بتبص لقيت عيالها نايمين جنبها. يا نهار اسود، امال مين اللي بيلعبوا بره دول؟ بتصحى اول ما بتزعق ما بتلاقيش حد. مش بس كده، بتقول ممكن ابقى نايمه اصحى الاقي خيال بيعدي، كمان ممكن تحس بهوا ساقع معدي من وراها او حد بيحرك خصلات شعرها. طب ايه الحاجات دي؟ في قصه كمان حقيقيه انا كنت بنفسي شاهده عليها. واحدة بتحكي ان هي فجأة كانت حاجتها بتختفي، بس وصلت لمرة ان هي ما كانتش لاقية دبلتها خالص، دورت وقلبت الدنيا برضو الدبلة مش موجودة. بعدين من كتر زهقها راحت قايلة ايه، حرام عليكم بقى طلعوها انا زهقت. بتبص لقيت الدبلة اتحطت قدام عينها. مين اللي حطها؟ حصل ازاي؟ كانت مرعوبة. فضلت تشغل قرآن وتدعي أدعية كتير قوي. وبعدين لما سألت شيوخ قالوا لها حصني بيتك وحصني نفسك وأشيائك واستودعيها ربنا، وسمي على أشيائك، دايما نقول بسم الله على حاجتنا. ودي حاجات لها تفسيرات كتير والعلماء قالوا عليها كلام تاني. ايه التفسيرات دي؟ العلماء بيقولوا ان الحاجات ممكن تدخل في حيز غير مرئي، وده بيكون بفعل طاقة شريرة، طاقة حسد، طاقة زعل، ممكن تختفي عن حيز عينينا لكن هي بتبقى موجودة. لكن في تفسير تاني اللي هو عمار المكان، اللي هم احيانا بيحبوا يهزروا مع صحاب البيت ويلعبوا، لكن في تحذير شديد جدا من الشيوخ وبيقولوا يا جماعة محدش يتكلم معاهم نهائي ولا توجهوا لهم اي كلام، هم موجودين بس في عالم موازي، ممنوع تماما ان احنا نكلمهم عشان ما يحصلش اي حاجة وحشة لينا لا قدر الله.